ايه هي اللحظة اللي بتعتبر نقطة تحول في حياتك؟ اللحظة اللي بدأت أركز فيها مع نفسي ومع حياتي، أشوف أنا بعمل إيه، وهل اللي أنا بعمله ده هو اللي أنا عايزاه، وأنا عايزة إيه أصلا، وأنا فين منه دلوقتي. لما بدأت أسمع نفسي وأشوف رسالتي إيه في الحياة، لما بدأت أقول لأ، علشان كنت دايما بخاف على زعل اللي قصادي، كنت فاكرة لما أقول لأ إن أنا هزعل، مع إن ده تفكير خاطئ، لأن أنا مش مسؤولة عن اللي الناس بتحسه، ولا أقدر أغير في مشاعرهم، ولا أقدر أغير في أفكارهم. أنا بس مسؤولة عن اللي بيخرج مني. فلو هبدي حد عليا إيه الدافع؟ فبقيت بسأل نفسي دايما سؤال قبل ما أعمل أي حاجة: أنا مبسوطة ولا أنا مضطرة؟ اه بس فلما أخدت الستوب ده وبدأت أسأل نفسي كل التساؤلات دي، كانت هنا بداية التحول، يعني نقطة التغير والتحول في حياتي. ما كانش سهل عليا إن أعرف أنا عايزة إيه ولا أنا بحب إيه، عشان ما اديتش لنفسي الفرصة دي قبل كده، ولا اتسألت الأسئلة دي قبل كده. فخدت وقتي وبدأت أفكر إن كل واحد عنده حاجة بتميزه، هي البصمة بتاعته. فبدأت أركز على مميزاتي، وأنا لقيت صعوبة أكتر، لأني دايما لما كنت بتسأل السؤال ده عمري ما جاوبت. كنت أفتكر إنه ما ينفعش، كده أبقى مغرورة في حد يقول على الحلو اللي فيه. لو بتشكر نفسك. فكان عندي برضك فكر خاطئ، لأن الإنسان المفروض يبقى عارف إيه عيوبه وإيه مميزاته. عيوبه عشان يشتغل عليها، ومميزاته عشان يتطور من خلالها. فخدت وقتي برضو وجالي فكرة إن أشوف الناس بتقول عليا إيه، وأطلع منه مميزاتي، أطلع الحتة اللي أنا مميزة فيها. بيقولوا عليك من ناحية كسوشيال ميديا ولا كأصحابك ولا ككله على بعضه انت بتقيمي؟ ككله على بعض. اوكي. يعني افتكرت أيام الجامعة، أصحابي ودكاترتي، حتى زمايلي اللي هم ما كناش كلوز قوي في الدفعة، كانوا دايما يقولوا لي مثلا: انت شعل التفاؤل، احنا بنتفائل قوي قوي لما بنشوفك في بداية اليوم، انت كلك طاقة إيجابية، ضحكتك حلوة قوي. وبرضك لما كنت سافر البلد، قرايبي نفس الكلام. كمان كان عندي غاية كده، يعني بحب لما أعرف معلومة أشاركها مع اللي حواليا، بالذات لو دينية. فكنت بعمل فيديوز كده وبحطها على جروب، يعني كان مقتصر على أقاربي وأصدقائي أهلي، جروب العيلة. دكاترتي. لا يعني كان على الفيس، بس كان حابة ناس مش كتير. اوكي. كان دايما برضك الكومنتات اللي فيه كانت: انت عندك قبول رهيب، طريقتك جميلة وسلسة. فمن هنا بدأت توضح رؤيتي شوية عن هدفي. هو هدفي نشر التفاؤل والإيجابية. نفسي كل الناس تبقى عايشة راضية بحياتها، تبقى عايشة بتفاؤل وحسن ظن بالله. فلما قدرت أوصل لهدفي، بقيت فعلا بسعى دلوقتي فيه، ومشيت خطوات فيه ومكملة لسه إن شاء الله. اوكي. طيب خلينا نسأل السؤال التاني. يعني ايه اللي خلاكي تسعي في هذا الطريق، او ايه اللي دفعك ان انت تكملي في الطريق ده او تاخديه؟ الوضوح. لما كنت واضحة وشفت هدفي بطريقة واضحة وبشكل سبيسيفيك، يعني انت لو عايز توصل لهدف معين، خليه محدد وقابل للتنفيذ وفي نطاق تحكمك. يعني خليك واقعي، مش تشوف هدف كبير حتى مش عارف تحط له خطوات تمشي فيها، فانت كده بتعجز نفسك. وكمان مهم انك تبقى عارف الهدف ده ليه مهم بالنسبة لك، ايه الغرض منه، عشان اجابة السؤال ده هي دي اللي هتبقى المحفز بتاعك. فبتحط خطوات للهدف ده صغيرة وبسيطة، عشان كل ما تحقق خطوة منه تبقى متحمس وتفضل تكمل فيها. يعني لازم تخرج من الكومفورت زون بتاعك، من منطقة الراحة، وده بيحتاج لقوة إرادة والتغيير في طريقة التفكير بتاعتك. طيب ايه هي الكومفورت زون من وجهة نظرك؟ يعني ايه هي منطقة الراحة من وجهة نظرك؟ منطقة الراحة أصلا هي المنطقة اللي الشخص بيحس فيها بالراحة، لأنه ما بيتعرضش لأي اختبار جوه منطقة الراحة. الناس من عاداتها مش بتعمل حاجات جديدة ولا بتواجه أي تحديات، بيعملوا الحاجات اللي هم متعودين عليها، فبيحسوا إنهم مسيطرين على حياتهم بشكل ما، فبيفضلوا يفضلوا في منطقة الراحة عشان يتجنبوا مشاعر الألم أو القلق أو الخوف. لو الواحد في امان، تمام، ومش قلقان وهو في منطقة الراحة دي، هيخرج منها ايه؟ معاك حق، هي فعلا منطقة الراحة دي مريحة جدا، ولكن بتمنع الناس إنهم من التطور والنمو، وبتمنع إن يعملوا الحاجات اللي هم عايزينها عشان ما عندهمش الشجاعة إنهم يعملوها. فاللي ما بيخليناش نخرج من منطقة الراحة هي الراحة.
الراحة سهلة وحلوة وجذابة. تاني حاجة هو الخوف من المجهول. لما الخوف من المجهول هو أكتر سبب بيخلينا مش عايزين نخرج من منطقة الراحة. اللي هو القلق على المستقبل او الخوف من الخوف الماضي. ان انا افشل او ان انا ما اجيبش نتيجة حلوة في اللي انا هغير ليه ده. فافضل طريق للخروج من منطقة الراحة انك توسعها تدريجيا. ايه اللي هيحصل لو احنا خرجنا من منطقة الراحة دي؟ حاجات كتيرة هتتغير. اولا زي تحقيق الذات. تحقيق الذات هو احتياجنا اننا نحقق كل حاجة نقدر نوصل لها. ده هي عملية تطوير للقدرات لانك توصل لاقصى حاجة ممكن توصل لها في الحياة. لو فضلنا في منطقة الراحة هتفوت فرصة انك تعرف انت تقدر تعمل ايه بجد. اصل هو تحقيق الذات ده رحلة مستمرة، هو مش هدف هنوصل له وخلاص. تاني حاجة الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مرتبطة بمنطقة الراحة، مرتبطة بالحاجات اللي انت عارفها كويس. لو في حاجة بره المنطقة دي ما يكونش عندنا الثقة الكافية اننا نقدر نعملها. فطول ما انت بتواجه مخاوفك وبتتحداها اكتر كل ما ثقتك هتزيد اكتر. كمان تالت حاجة الندم هيقل. يعني هتبقى مفيش حاجة يا ريتني يا ريتني يا ريتني. الممرضة بروني وير في كتابها المشهور The Top 5 Regrets of the Dying أهم 5 أشياء يندم عليها المرء عند الموت. يا ريتني عشت الحياة اللي كنت بتمناها مش الحياة اللي الناس كانت بتستناها مني. يا ريتني قلت المشاعر اللي جوايا. يا ريتني سمحت لنفسي أكون أسعد. يا ريتني بقيت على تواصل مع أصدقائي. ويا ريتني لم أعمل بجد. المقصود هنا يعني لو اشتغلت كتير وخسرت الحياة. وللأسف هي دي نقطة أغلبنا بيقع فيها. اللي هو التوازن قصدك، بالانس ما بين الحياة والشغل. الناس بتعتبر إن حياتها شغل وبس. لا، أنت مش موظف ولا دكتور ولا مهندس وبس. أنت كمان ابن، فمامتك وباباك ليهم حق عليك طبعا. أنت أخت فأخواتك ليهم حق عليك طبعا. أنت صديقة فأصدقائك ليهم حق عليكي. نفسك ليها حق عليكي. محتاج تلعب، محتاج تتفسح، محتاج تخرج، محتاج تغير من نفسك. فالحياة حاجات كتير مش حاجة واحدة بس أركز فيها وأنسى كل الحاجات التانية. الممرضة بروني وير قالت الناس اللي ما احترمتش أحلامهم وعاشوا الحياة عادية ندموا على القرارات اللي خدوها والقرارات اللي ما خدوهاش. والناس اللي فضلوا متمسكين بمنطقة الراحة بتاعتهم وخافوا يخرجوا منها يعني بيوهموا نفسهم إنهم راضين، ولكن في الحقيقة كانوا نفسهم يبقوا أسعد. حلوة دي، حلوة جدا. اللي هو يعني عقلك الباطن بيقولك حاجات وانت مش عايز تعملها، مش عايز تفضل مرتاح، مش عايز تجرب حاجة. ليه هتغير اللي انت فيه، او ليه تغير البيئة اللي حواليك او الكومفورت زون اللي انت قاعد فيه بالظبط. ايه الفرق يعني ازاي حياتك اتغيرت بعد القرار ده، بعد اللي انت يعني ايه الفرق ما بين قبل وما بين بعد؟ لا، حياتي فرقت كتير. ايه اللي اتغير بقى؟ فرقت في شخصيتي عن نفسي. بقيت شايفة نفسي بطريقة تانية، حابة نفسي ومتقبلاها بكل حاجة بكل غلطاتها، متفاهمة ان انا بشر فعادي من حقي ان اغلط عشان اتعلم. بقيت عارفة اعمل توازن ما بين شغلي وما بين حياتي وما بين اصدقائي، بقيت حياتي الاجتماعية. بقيت شغالة على نفسي وبطور من نفسي، وطول ما انا حاطة هدفي قدامي عندي طريق انا ماشية فيه، مش عايشة كده وخلاص، وبعمل الحاجة اللي بحبها. مش كنت ماشية مع التيار وماشية مع الدنيا وخلاص. انا خلاص جبت مجموع حلو اتعين، بقيت معيدة، اطور من نفسي، اعمل ماجستير. طب انا عايزة كده؟ لا. انا حاسس ان انت بتتكلمي من طريقه كلامك باين لا انا حاسس ان انا دلوقتي احسن، انا مبسوط عشان انا بحب اعمل كده. فالواحد دايما لما في حاجه بيحبها او حاجه عملها او انجاز مثلا معين بيتكلم عنه بطريقه مبسوط بيها ان هو عمل كده، وان هو لا انا مرتاح ان انا عملت كده وانا شايف ان ده صح. خلاص بقى يعني اعبر بقى عن اصلا عايش مره واحده وهي دي الدنيا، فعايشه بالطريقه اللي انا عايزاها وما تغضبش ربنا، هو ده مرجعي وبس. اوكي. لو حد في نفس الكومفورت زون دي، او حد في نفس القرار اللي انت اخدتيه، او حد في نفس نقطه التحول دي قبل ما ياخد القرار نفسه في نقطه التحول دي، تنصحي بايه لو هو واقف في الحته دي بالظبط؟ يعني انت قبل ما تاخدي القرار ده، او قبل ما تعملي نقطه التحول دي، تنصحي الناس بايه لو هم واقفين في نفس النقطه بتاعتك؟
انا هنصح كله ان ياخد الخطوه دي وان يعمل ستوب ويبدا يسال نفسه كل التساؤلات دي، ما يستناش لما يحصل له الم او صدمه او وجع عشان تفوقه. كده كده التغيير هيحصل، فخده باختيارك احسن. انصحهم ان هم يخرجوا من منطقه الراحه دي، هتكتشف حاجات جديده عن نفسك، هتعمل حاجات ما كنتش متخيل انك تقدر تعملها، وهتوصل لاهدافك، هتعيش الحياه اللي بتتمناها وهتكون فخور بنفسك وباللي حققته. الكتابه هتساعدك تعبر عن مشاعرك، وهي اللي هتديك الدافع اللي يخليك تسيب منطقه الراحه دي وتبدا تجرب. كمان طريقه التفكير ونظرتك للحياه مهمه وبتحدد خطواتك، فمهم ان يكون طريقه تفكيرك ايجابيه، يعني تفهم انك بشر وممكن تغلط وده عادي. شوف التحديات انها فرصه للنجاح، وشوف الفشل انه فرصه للتعلم. في جمله failure is part of the process، الفشل جزء من منظومه النجاح. صح، خطوه على اي. اتعلمت حاجه، مش احسن ما كنتش جربت وكنتش عرفت يعني ممكن تمشي ولا ما ندمتش. حوط نفسك بناس شبهك، تفكيرهم زيك، عقليتهم إيجابية وبيطوروا من نفسهم. وفي الآخر خليك صبور، لأنها مش سهل. لو كانت الدنيا سهلة ميسرة لما كان الصبر أحد أبواب الجنة. حلو الختام ده. يعني شكرا جدا على القصة دي. أنا سعيد إن أنت كنت معايا. أنا أسعد. نورتيني، وشكرا أنت قبلتي الدعوة أنت تيجي تصوري. شكرا.